الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أخواتي إخواني، سيداتي سادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا الموضوع غيكون واضح، هو معركة الأمعاء الفارغة ديال الدكاترة المعطلين بالمغرب اللي منضويين تحت تنسيقية اللي كتجمع هاد الدكاترة المعطلين بالرباط. كنتمنى من الله سبحانه وتعالى أن اللي يطلع معنا بعدك على الأقل أقل ما يمكن يتضامن به مع المظلومين في هذا الشعب المغربي، وأن يبارطاجي بعدك، غير يبارطاجي، يسمع ما يسمعش هذاك شغله، لأن حنا عارفين الشعب المغربي ما كيتضامنش مع المثقف، ما كيتضامنش مع الانسان اللي قاري، ما كيتضامنش مع الانسان مع من كيتضامنها مع اصحاب الشكاره، كيتضامنها مع ديك السياسيين الفاسدين، كيتضامنها مع ديك الوزراء الظالمين، كيتضامنها مع ديك العمال والولاة الشفاره، كيتضامنها مع ديك المسؤولين القتاله، كيتضامنها مع يبارطاجي وينشر غير ديك التفاهه، ديك الناس العريانين، كي ديك الفضائح ديك كذا. حنا عارفين المواطن المغربي مازال مرقى انه يدعم العلم ويدعم الثقافه ويدعم الحق ويدعم الوعي ويدعم شي حاجه، ولكن من هذا المنبر كنقول لكم انا على الاقل غير بارطاجي، كاع لا تسمع عندي انا، غير بارطاجي، اللي ما باغيش يسمع لي كاع يبارطاجي. لان اللي خصكم تعرفوا الشعب المغربي هو ان الداخليه المغربيه، السلطه المغربيه راها منعت الاعلام يجي عندنا، راه ما خلات حتى شي اعلام يجي عندنا. هذه تقريبا من البارح لهذا النهار ما خلاو حتى شي واحد يقرب علينا، وكاننا حنا كلاب جرباء، ولينا بحال الكلاب مسعورين. ممنوع الصحافه تقرب عنا، ممنوع شي واحد يقرب عنا، ممنوع شي منظمه تقرب عنا، محظور من كل شيء. ولينا بحال اللي باغيين يقتلونا، باغيين، يعني الداخليه المغربيه او الجهاز السلطه بالمغرب او الدوله المغربيه او النظام المغربي بشكل عام باغي يصفي مع المعطلين او مع الدكاتره او مع المثقفين بالمغرب، باغي يصفي معاهم بشكل نهائي. وانتم على الاقل الا ما غديروا والو، ما غتخرجوا للشارع وتعاونوا هاد المثقفين، ما غادي على الاقل تغوتوا، لان حنا ولادكم، ما غديروا حتى حاجه غير بارطاجيو. ماشي للمغاربه، حنا عارفين المغاربه ما كيتضامنوش مع المثقف، المغاربه ما كيتضامنوش مع المعطلين، المغاربه ما كيتضامنوش مع هاد الناس، حنا عارفينهم. غير للراي العام، غير للراي العام، يعني الراي العام الدولي اللي كيعرفوا شنو هي حقوق الانسان، واللي كيعرفوا شنو هو حق الشغل، واللي كيعرفوا شنو هو المثقف، واللي كيعرفوا شنو هو العالم، واللي كيعرفوا شنو هو. اما حنا في هذه البلاد المغرب راه ما بقاش، حنا عرفنا، وصلنا لواحد الدرجه اننا ولينا منبوذين في البلاد ديالنا، لا ما عند السلطه ولا ما عند المواطنين ولا ما عند الاباء ولا ما عند الاسر ولا ما عند الخوت ولا ما عند الازواج ولا ما عند كل شيء. حتى شي واحد ما بقى يحملنا. علاش؟ لاننا حصلنا على اعلى شهاده في البلاد وحنا معطلين، ولينا مسكين. اللي حاصل على شهاده الدكتوراه في هذه البلاد ولا مسكين، لا حول ولا قوه له، لا حول ولا قوه له. ولينا بحال ديك الجراثيم، بحال ديك الجراثيم، والله الا بحال ديك الجراثيم. سمعوا لي مزيان نقول لكم، حنا ما عرفنا لا نتلاقاو مره اخرى ولا ما نتلاقاوش، لان حنا درنا اضراب عن الطعام، معركه الامعاء الفارغه ومعركه مفتوحه. كنقسم راسي بالله علي العظيم، اما الكرامه او الاستشهاد، اما حقنا في هذه البلاد او الله يهنيكم بهذه البلاد، ديروا بها اللي بغات، مادام فيها غير الخونه وغير الشفاره وغير القطاعه وغير القتاله، الله يهنيكم بها. حنا نمشيو للاخره، ربما نجبر الله سبحانه وتعالى يعطينا حقنا، ثم ربما عند الله سبحانه وتعالى يعطينا حقنا. لان ليكن في علم الشعب المغربي وفي علم السلطه المغربيه وفي علم جلاله الملك اللي هو امير المؤمنين، واللي حنا ولادو في هذه البلاد هذه، واللي حنا كنقولوا بان امير المؤمنين حتى شي واحد ما كيتظلم على يده، هو امير الفقراء وامير المثقفين وامير العلماء وامير كل شيء. ولكن حنا مظلومين في الدوله ديك امير المؤمنين، حنا مظلومين في الدوله ديك امير المؤمنين. ها هي حاليا جوج دكاتره تغمى عليهم، واحده مشات للسبيطار، راح لي راه في السبيطار. وليكن في علم الشعب المغربي، ليعلم الشعب المغربي ان دكتوره معطله قايمه يعني واقفه دايره اضراب عن الطعام لمده 48 ساعه ما كلاتش، صابت بالاغماء، ومنين مشات للسبيطار قالوا لها خلاص.
جات لابيلونس وي 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 حنا قلنا غيديوها اما غيديوها لشي سبيطار في ميريكان، ولا غيديوها شي سبيطار في اسرائيل، ولا غيديوها شي سبيطار في الجنه، لان داك وي وي خلعتنا حنايا. ولكن في التالي داوها لوحوها في السبيطار ويلا الطبيب حدا في راسها قالوا لها خصك تخلص. واش فهمتوني يا المغاربه فين وصلنا ولا ما فهمتوش؟ فهمتوا فين وصلنا؟ وحتى باش يضرب عن الطعام على اساس ان حقها في الشغل ما كاينش، ما عندهاش، محرومه من جميع الحقوق ديالها. ولكن اون فان كل شنو كاين؟ الا تغمى عليها ولا شي حاجه خصك تخلص، باش يشوفك الطبيب خصك تخلص. احنا في دوله حق القانون، في دوله الديمقراطيه، في دوله حقوق الانسان، في دوله المبادئ ديال التنميه المستدامه، في دوله ديال اهداف ديال التنميه 17 ديال التنميه المستدامه، في الدوله ديال المنظمات العالميه، الدوله ديال الاتفاقيات، الدوله ديال الصحراء المغربيه، الدوله. وشوف نقول لكم واحد القضيه باش نكون واضح معكم، راه الا بغيتو شي حاجه يعني السياده الوطنيه راه كدار بالتقويات تقويه الداخل. حنا الداخل عندنا مشتت، الدكاتره كيموتوا في الرباط بالجوع. دابا هذه 48 ساعه حتى واحد ما جا عندنا، حتى واحد ما جا عندنا. بالعكس جابوا لنا البوليس دايرين بينا، حتى الصحافه ما تقربش علينا، ممنوع الصحافه تقرب علينا، ممنوع شي واحد يقرب علينا، وكاننا قلت لكم وكاننا ماشي مع الدوله. شدونا بحال اللي جينا من البيليزاريو، والبيليزاريو اللي دخل للمغرب راه يعاملوه في الجنه، يعاملوه بحال اللي راه عايش في الجنه. اما حنا ولاد المغرب، ولاد السياده المغربيه، ولاد الملكيه، ولاد الملك، وعايشين في هاد الدوله وقرينا في هاد الدوله، ولكن وكاننا ما كنحسوش. والله انا دابا ما بقيت كنحس بالوطن. هتقول لي انا غنقول عاش ديك الملك، عاش الملك، ولكن حتى حنا خصنا نعيشوا مع هذا الملك ديالنا، ولا حنا نموتوا بالجوع ونموت 40 سنه وحنا محرومين من جميع الحقوق. 40 سنه قرينا في الظلم، قرينا في الاهات، قرينا في كل شيء، ولما حصلنا على اعلى الشواهد احنا كنعيشوا في الظلم وفي الظلام وفي الاهانه وفي الحقره في ظل دوله امير المؤمنين جلاله الملك الله ينصرو. حنا مازال كنقولوا عاش الملك وحنا مالكيين، ولكن كنقولوا جلاله الملك تدخل نقد ولادك وتدخل نقد الدكاتره ديالك. راه هاد الشعب هاد الوزراء وهاد المسؤولين وراه باغيين الخدمه، وراه باغيين يدمروا المثقفين، باغيين يخليوا البرلمان كامل امي، باغيين يخليوا الوزاره بحال بيطاس، الوزاره بحال ديك الوزراء اللي ما كيعرفوا لا يهضروا، الوزراء عاجب نقيد داك الخابيه وجبد وزير بحال الوزراء اللي عندنا دابا، ولا سير للخارج لبرا وجيب واحد الوزير عنده جنسيه خارجيه بحال السي الميراوي. بس الميراوي اللي هو السبب في البطاله ديالنا حنا، والسبب في هذا هو اللي غيتحمل، المسؤوليه الا متنا حنا. دابا حنا ماشي في الاستشهاد، ولكن المسؤوليه الكبيره غيتحملها السي الميراوي، هو اللي غيتحمل المسؤوليه الاولى، لانه هو المسؤول علينا، هو المسؤول على التعليم العالي. والمسؤول الثاني هو اخنوش، هو الباترون، اخنوش ماشي رئيس الحكومه، هو رئيس الحكومه الباترونه، هو كيمثل الباترونه المغربيه، لا علاقه له بالشعب المغربي. واش حنا ماشي الشعب المغربي كنموتوا بالجوع؟ واش حنا ماشي الشعب المغربي؟ اقسم بالله العلي العظيم تنخليوها لكم ذكرى الى يوم الدين، ان الدكاتره في بلد ديمقراطيه، في البلد اللي كيتظاهر بالكره القدم، اللي كيقول لك انا ما عرفت فين واصل، اللي كيقول لك انا في الديمقراطيه ما عرفت فين وصلت، اللي كيقول لك انا في الحقوق الانسان ما عرفت فين وصلت، الدكاتره كيموتوا بالجوع عندك في الوسط الرباط ديالك. البلاد اللي كتهضروا على الجزائر، فينكم الصحافه اللي سايرين تهضروا على البلاد؟ الجزائر احسن منكم، الجزائر قايمه بالواجب ديالها، الجزائر وظفت الدكاتره ديالها، الجزائر وظفت حتى الماستر بالتوظيف المباشر. نتوما دكاتره وسمحين فيهم كيموتوا بالجوع، ودورتوا بهم البوليس في جميع المناطق وما خليتوا حتى واحد يقلب عليهم، كتقولوا لهم موتوا باش تهنوا منهم. الجزائر احسن من المغرب 1000 مره، لانها على الاقل دايره القيمه للشعب ديالها. فين هما هاد الصحافه اللي كنهضروا عليها ونقولوا حنا صحافه مغربيه؟ هذاك مثلا ديك المثقفين بالمغرب، فين هو ديك ابرنوس او البراس او ما نعرف اللي كيقول عند راسو مع شنو هو مثقف ومع شنو حسب عند راسو سايرنا الجزائر تبون. وها تبون عندك في المغرب، ها تبون هو وزير التعليم العالي، ها تبون هو رئيس الحكومه، ها تبون هو رئيس وهو البرلمان، ها تبون هو المسؤول المغاربه، ها تبون هي الداخليه اللي كتقتل الدكاتره بالجوع، ها تبون هما الحقوقيين اللي كاينين في المغرب اللي ما قايمين بالواجب ديالهم، ها تبون هما السياسيين، ها تبون هو الشعب المغربي.
فين هو داك السليمي اللي كيبرزطني انا وبقى يبرزطني كل نهار؟ الجزائر، الصحراء مغربيه، الصحراء كذا، الصحراء مغربيه. الناس اللي حرروها بالسلاح، ماشي حررتها انت ولا حررها واحد اخر، ولا بغينا الصحراء نمشيو لها بالسلاح. ولكن ها الشعب المغربي كيموت بالجوع، ها الدكاتره المغرب كيموتوا بالجوع، ها الدكاتره المغرب كيموتوا بالجوع. سي سليمي بقى لنا غير في ديك الجزائر. الجزائر افضل منكم ب1000 مره، الجزائر افضل من المغرب ب1000 مره. الجزائر على الاقل وظفت الدكاتره ديالها، وظفت المعطلين ديالها، وعاطين الناس اللي قاريين شايدين الشواهد، عاطيهم على الاقل بورس. انتم حتى الدكتور شاد الدكتوره، من العيب والعار ان الدكتور يشد الدكتوره ويطردوه حتى من لابو، ما يبقى عنده حتى انتماء بالتعليم، حتى انتماء بالقرايه، حتى انتماء بحتى حاجه. وفي التالي انت تجي للكونكور وتحاسبه وتقول له لا خصك دير لي البحث العلمي. باش غندير لك البحث العلمي انا؟ باش غندير لك البحث العلمي؟ غنبيع دمي انا كنبيعو دابا، انا كنبيعو الله سبحانه وتعالى. انا كنقول لكم انا الا مت ما نسمح لا للنظام المغربي ولا للحكومه المغربيه، وكنقول للشعب المغربي من هذا المكان انا الا مت حقي في عنقكم انتم، حقي في عنقكم انتم. وهاد الدكاتره هادو، الدكاتره هادو اللي واش هادو ماشي مواطنين؟ هادو ماشي مواطنين، هادو ماشي مواطنين، هادو اللي كيموتوا هادو ماشي مواطنين. هادو ماشي عيب عليكم الشعب المغربي؟ الشعب المغربي ماشي عيب عليكم تخرجوا تدعموا هاد الدكاتره هادو، تخليوا هاد الوزراء وتخليوا هاد السلطه الهمجيه تقتلنا؟ ماشي حشومه عليكم؟ ما تخرجوش تجيبوا ولادكم وتجيبوا الاسره ديالكم وتجهودوا لهاد الرباط نقسموها؟ الرباط راه واكلينها غير هما. حنايا في المدن الساحليه عايشين في الاهات، عايشين في الظلم، عايشين في الاهانات، وهما عايشين في الخيرات. عايشين المغرب كامل، الارزاق ديال المغرب كامل قاسمينها هنا في الرباط والدار البيضاء وطنجه. وحنا فين نعيشوا؟ حنا ما عطاونا الوالدينا، قرينا ما عطاونا حنا، وحنا كنموتوا دابا. دورونا بالبوليس، الصحافه ما كتجيش عنا. ونقودوا الدكتور من الموت البطيء. المواطنين نقودوا الدكتور وبارطاجيو اللايف وخليوا المواطنين يشوفوا هادشي. ورا الدوله باغيه تقتلنا، ورا النظام المغربي باغي يقتلنا، النظام المغربي باغي يقتلنا. حنا مازال كنقولوا جلاله الملك، كنقولوا يا جلاله الملك، وانقذ المثقف من الموت البطيء. راه كيموت نهار بالنهار. ها هما جوج دكاتره هزوهم دابا للسبيطار، وكيديوهم للسبيطار هما كيموتوا. كيقول لهم لا خلص، والسيد بيطالي ومضرب عن الطعام وكيقول له خلص في السبيطار. يعني شنو كيقول لك؟ كيقول لك بقى تموت تما وحنا غنموتوا. واخا نوقف، واخا يتم عليا